في حالات الحمل احنا بنخاف جدا ان احنا نعمل اي تدخل الا الارجنت فقط. انا دكتور احمد الغامري، اخصائي التركيبات الثابته والمدير الطبي لعيادات سمايل ارت. يعني مثلا لو في واحده حامل وجالها الم في العصب جامد بتاع الضرس، مش هينفع اقول لها انتظري فتره او بعد ما تخلصي الحمل وبعد كده تيجي، لا، ساعتها بنضطر ان احنا نعمل emergency فيزيت ونتدخل ونشيل المشكله اللي كانت عامله لي الالم ده. طيب ايه هي السيف بيريود اللي ممكن نشتغل فيها اثناء الحمل؟ هي الفتره بتاعه السكند ترايمستر، او اللي هي من اول الشهر الرابع حتى نهايه الشهر السابع. دي بتبقى بالنسبه لي سيف واقدر ان انا اشتغل فيها عادي. وبنشتغل ببنج في الغالب يكون ادرينالين فري، ما فيهوش اي ادرينالين، عشان ما يحفزش الطلق او تحصل اي مشكله بسبب البنج. في الغالب برضو بنضطر نشتغل بدون اي اشعه او اكس رايز الا في حدود الطلوب او الضروره، وبنحاول نتجنب اي اجهاد على البيشنت. في نفس الوقت بنحاول نخلي الكرسي ما يبقاش مايل قوي، يبقى نص قاعده كده عشان تكون قعدتها مريحه.